بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم أيها الأحبة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وأن يبارك في علمه وعمله وولده. وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله مع الشيخ. الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم آمين. بارك الله فيكم. نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. معي متصلة أم فهد. معي، تفضلي أختي أم فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. صار خير. سلام عليكم. عندي سؤالين. تفضلي يا أم فهد. شوف عليك، أنا عندي خمسة. أنا أمي مال عندي 5 جيران. نعم. وأنا متوليتهم على حلالهم على مالهم. نعم. هل يجوز لي أن أتصرف يعني في تصرف كافي، يعني مثل أساسا في البيت، مثل يعني هم أشوف أكبرهم عمره 12، أصغرهم عمره 6 سنين. نعم. الجواب الثاني، تتصرف يا أختي الكريمة، المال عندك وأنت وكيلة على هؤلاء الأيتام. تسألين الله عليك. أخوهم الكبير حول لي كل بوسهم أعطانيه. إيه. وأنت عندك أنت المسؤولة. عندك وكالة شرعية عليهم، أنت الوكيل، أنت الوصية. لا، بعد أعطاني توني بعد، بس نقول هذا حلال عيال، وأنت كيف تتصرفين منه ما تبي. بس ترى حلال يتام، ترى فرقب، بس أنت المسؤولة منه. إيه نعم. تسألين عن يعني المدى الذي تتصرفين فيه، وما يحق لك أن تتصرفي في هذا الباب. إيه طيب. أنا أتصرف فيه يعني مثل ما بغيت تمشي، يعني كذي خادمها، مثل يعني البيت يبغى كذا أحطه فيه. طيب. السؤال الثاني، شو برجع عليك أنا يعني الإجازة الجاية، أنا إن شاء الله أصوم الاثنين والخميس. الإجازة الثانية تسافر للرياض، يجوز إني أصوم وأنا أسافر الاثنين والخميس. طيب. بارك الله فيك، شكرا لك. باخت معي، تفضل أخي باخت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم على ما تقدمون. فتح الله علينا وعليكم وفتوحاته. آمين. بارك الله فيك. يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لأهل جدة بعض الأحيان يذهبون إلى العمرة، فكثير منهم يشترط، يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو قد لا يخاف. فأمس يسأل واحد يقول لو قلت هذا الكلام وتعطلت السيارة في الطريق، هل يجوز لي أن أرجع أم يجب علي أن أدفع أجرة لسيارة أخرى حتى توصلني إلى مكة؟ نعم. السؤال الثاني، بارك الله فيكم تكرمتم، هل عدم الترتيب إذا واحد أراد أن يختم القرآن، عدم الترتيب في قراءة السور، فمثلا لو قرأ لعمران ثم رجع للبقرة أو قرأ الكهف ثم رجع للإسراء، هل يخرج هذا عن كونها ختمة أم لا؟ بارك نعم. الله فيكم. جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك، شكرا لك. عبد الرحمن معي، تفضل. تفضل يا أخي عبد الرحمن. ايوه تفضل يا اخي عبد الرحمن. بارك الله فيك. من اسماء الله المنان، السيد والمسعر والسبوح والوتر. نعم. ايوه واضح السؤال. سؤال اخر يا اخي عبد الرحمن. نعم، هذا اللي ابغى الجواب عليه بس فقط. شكرا بارك الله فيك. حنان من اليمن، تفضلي أختي حنان من اليمن، تفضلي. السلام عليكم. وين أسأل الشيخ؟ تفضلي يا أختي حنان. معي سؤال. اسمعيني من سماعتي. أسأل عن المال الذي يجمع لبناء بيت أو زواج أو لأداة الرزق، هل على زكاة؟ هل المال الذي يجمع لبناء بيت أو زواج أو لأداة الرزق هل أخرج عليه زكاة؟ هل يجوز أن أخرج منها زكاة نفس المال؟
أنا عرفت بناء البيت والزواج، الثالث ما أدري. فريضة الحج مثلا لو واحد تجمع مال فريضة الحج هل خارج عليه زكاة هذا المال؟ للحج. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني هل يجوز لي أن إذا أديت فريضة الحج أسافر مع بنات عمتي والمحرم خواتي زي البنات عمتي أخوهم، هل يجوز؟ طيب سؤال آخر. شكرا. معي متصل أبو صالح، تفضل. أبو صالح معنا، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا مشايخ. الله يحييك ويبارك فيك. جزاك الله بخير شيخ سعد. أبقاك الله وسلمك. السؤال الأول نفع الله بكم، هل يجوز صرف الزكاة كرسوم دراسة لطلاب فقراء يسلم المبلغ لإدارة الجامعة تصرفه رواتب على الموظفين، علما بأن هؤلاء الطلاب يدرسون تخصصات شرعية وغيرها؟ السؤال الثاني، كيف تخرج زكاة مساهمة متعثرة لها 10 سنوات علما بأنه تم إيقاف صرف الزكاة خلال هذه ال10 السنوات؟ السؤال الأخير، كيف تم إيقاف يعني هذا الرجل لم يخرج الزكاة خلال تعثر المساهمة خلال ال10 سنوات الماضية. نعم. رجل يطلب رجلا فقيرا مبلغا من المال، هل يجوز للدائن أن يعطي المدين من زكاته؟ أفيدونا أفادكم الله. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم. سهيل من الجزائر، تفضل. سهير من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي الأول، كنت سألت الشيخ من قبل لكن لم يجب عن سؤالي في إحدى القنوات. تفضلي. أمي تسأل تقول طالت مني قالت لي اسألي لي الشيخ سعد، الشيخ سعد الشفري. سؤالها الأول تقول أنا ما أعرف سجود السهو لأنها امرأة كبيرة في السن، تقول ما أحسن سجود السهو إذا كنت في الصلاة، فكيف أصنع؟ حاولت أن نعلمها لكن لم أستطع. سؤالها الثاني تسأل عن موضع السجود، يعني هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ لا تعرف إطلاقا، لا تعرف لا متى تسجد قبلي ولا بعد. نعم واضح. طيب سؤالها الثاني تسأل تقول أنا أصلي في صلاة الفرض في الركعة الأولى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أريد أن أقرأ سورتين لأني لا أحسن إلا تبت يدا وإن أعطاني الكوثر قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فهي تقول أريد أن أقرأ في كل ركعة يعني سورتين حتى أطيل في صلاة الفرض، فتقول هل يجوز لي هذا؟ نعم. السؤال الثالث، توجد مادة الجيلاتين في بعض الأكلات وفي بعض الحلويات كذلك، وهذه الجيلاتين تصنع يعني تستخرج من عظام بعض الحيوانات وتوجد منها كذلك النباتية. فنحن نسأل يعني هل يجوز أن نتناول بعض الأكلات إذا وجد فيها مثل الجيلاتين بدون أن نعلم هل هي من نباتية أو مستخرجة من عظام بعض الحيوانات؟ طيب. هذا السؤال الثالث. طيب. السؤال الرابع، يعني هل يجوز في هذه الحمامات المنفردة يعني يدخل فيها الإنسان لوحده، لكن في بعض الأحيان يفتح عليه الباب وتدخل إحدى العاملات وتقول أخطأت، فهل يجوز يعني الذهاب يعني أم لا يجوز؟ تدخل لما بعد أن تنتهي المرأة تدخل عليه بعض الأحيان تقول لها أخطأت. طيب. يعني لا تعمل ذلك متعمدة، فهل يجوز الذهاب إلى هذه الحمامات أو لا يجوز؟ طيب. شكرا لك يا أختي كريمة، شكرا بارك الله فيك. أريد الشيخ نفضل. لعل الزملاء يعني يزودونك فيهم إذا كان موجود عندهم. شكرا لك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. وأعود لكم معالي الشيخ، أحيانا حينما تتناول هذا سؤال وردنا فضيلة الشيخ، أو هو حديث الساحة هذه الأيام، حينما تتناول شخصية معينة اشتهرت بالعدل أو بإقامة العدل والدعوة إلى رفع الظلم عن الناس، ولا تدين بدين الإسلام وهي كافرة وماتت على ذلك، حينما تتناول هذه الشخصية قد تتناول بشيء من الإطراء والمدح، وقد يتناولها آخرون بسبب كفرها بشيء من الذم والقدح، وأن هذه الصفات الإيجابية التي يتصف بها لا قيمة لها. ما المنهج الشرعي في تناول مثل هذه الشخصيات؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. عندما ينظر الإنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أموات المشركين، وبين أنه يؤذى بذلك الحي وأنه لا ثمرة فيه ولا فائدة،
وكذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على بعض الكافرين بما عملوه من أعمال صالحة في دنياهم، فأثنى على المطعم بن عدي، وأثنى على حاتم الطائي، وجماعة من الذين ماتوا على الكفر. لكن يلاحظ هنا أنه لا يجوز للإنسان أن يترحم لهم أو أن يدعو لهم بدخول الجنة، فإن الله عز وجل قد قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن ثم هذه الصفات التي يتصفون بها يرجى أن تخفف عنهم من عذاب يوم القيامة. أما بالنسبة للحكم عليهم، لا يحكم على شخص بأنه من أهل النار ولا بأنه من أهل الجنة إلا إذا ورد النص بذلك، لكن الكلام عن كيفية الحديث عن مثل هذه الصفات. أولا لا يجوز الترحم عليهم، ثانيا لا بأس من الثناء عليهم بما لديهم من صفات جميلة قد يقتدى بهم فيها، وثالثا لا فائدة ولا ثمرة من ذكر مساوئهم والقدح فيهم. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخت فهد تقول: أنا عندي 5 أيتام، وقد أتى أخوهم الأكبر بنصيبهم وأموالهم وأعطاني إياها وقال: أنت مسؤولة عن هذه الأموال وعن هؤلاء الأيتام فتدبري أمره. تقول: هل يجوز لي أن أتصرف في هذه الأموال بما يتطلبه البيت من شراء الطعام أو جلب خادمة؟ وما الحدود التي ينبغي أن أقف حولها أو لا أتجاوزها في التصرف بهذه الأموال؟ يقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن ثم فإنها لا تتصرف بأموال الأيتام إلا بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم. فإذا كان هناك شيء من التصرفات يعود عليهم بالنفع سواء في مصاريفهم وحوائجهم أو كان بأداء التجارة بعد أن يستشار أهل الخبرة وأهل الاختصاص في مثل هذا فلا حرج عليها فيه. أما أن تتصدق بشيء من أموالهم كما فهمت من سؤالها فلا يجوز لها أن تتصدق بذلك، ولا يجوز لها أن تهدي من أموال اليتامى، وإنما تخرج من أموالهم الواجب من مثل الزكاة ومن مثل النفقات الواجبة. أما ما عدا ذلك فإنه لا يحق لها التصرف فيه بأموالهم. نعم. جلب خادمة لخدمتها وخدمتهم بالنسبة لخدمتهم حسب ما ينظر إلى حوائجهم، كان هذا أفضل لهم وأحسن وأقوم لحوائجهم جاز، إذا كان ذلك مما يجوز شرعا. بارك الله فيكم وأحسن إليك. تقول: أنا من عادتي أن أصوم الاثنين والخميس وسأسافر في يوم الخميس أو الاثنين، هل يجوز لي أن أصوم هذا اليوم مع سفري؟ نعم، يجوز لها أن تسافر وتلاحظ حالها، فإن كان الصيام يشق عليها أفطرت ولو في أثناء الصيام، لأن المتطوع يجوز له أن يفطر في أثناء السفر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وبالنسبة للصوم في السفر فإن كان يشق عليها فالأفضل أن تترك الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وإن كان لا يشق عليها ولا يتعبها ولا يعيقها عن أداء مهام سفرها فلا بأس أن تصوم، فقد جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أو عمرو بن حمزة الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل كثير الأسفار أفأصوم أو أفطر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ باخت يقول: بالنسبة لأهل جدة حينما يذهبون إلى العمرة ويشترط الواحد منهم وهو لا يخاف من شيء ولا يخشى شيئا وأحيانا تتعطل سيارته، فهل يرجع إلى جدة أو يلزمه أن يكتري أو يدفع أجرة لسيارة توصله إلى مكة؟ هذا على نوعين. النوع الأول أن يقصد باشتراطه مثل هذا الأمر، فحينئذ يجوز له التحلل ولا حرج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فإن لك ما اشترطت على ربك، وبالتالي إذا اشترط على الله في أداء شيء من العبادات جاز له ذلك. وأما بالنسبة للحال الثاني فإذا لم يقصد هذه الصورة،
فنقول لا يحل له أن يتحلل، يعني في الشرط فإن حبسني حابس، والحادث ليس بحابس يمنعه من الوصول إلى البيت. ومن ثم إذا لم يقصد باشتراط هذا الأمر فلا يصح له أن يتحلل، ويلزمه إكمال السبيل إلى عمرته، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: من أراد ختم القرآن ولم يرتب بين السور، هل عدم الترتيب هذا يخل بهذه الختمة وإتمامها؟ الأفضل ترك مثل هذا، وذلك لأن ترتيب القرآن، ترتيب سوره، الصواب أنه توقيفي. وإذا لاحظ الإنسان وجد أن القرآن له تأثير على النفوس، فإذا سيق بسياقه وأبقي على ترتيبه أثر على النفس البشرية وهذبها ورتبها. لكن إذا أزيل هذا الترتيب فقد يختل بعض التأثير الذي يكون على النفوس. جواز ذلك يجوز ويعتبر إن شاء الله ختمة، لكنه ليس الأفضل، بل الأفضل أن يقرأ القرآن بترتيبه من أجل أن يكون ذلك مشتملا على ما قصده القرآن من تأثير على النفوس. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ عبد الرحمن في سؤاله الأول يقول: هل من أسماء الله تعالى المنان والسبوح؟ وذكر مجموعة من الأسماء. نعم، هذه لا يقال إنها من أسماء الله عز وجل، وإنما هي أوصاف أو أفعال لله جل وعلا، وبالتالي لا يجوز التعبيد لها، لأن ما يضاف إلى الله على أنواع، منها ما هو أسماء يجوز أن يعبد لها، ومنها ما هو صفات يستعاذ بها لكن لا تدعى ولا يعبد لها. أن تقول يا الله يا كريم، ولا تقول يا كرم الله. فهذا لماذا؟ لأن هذا من صفات الله عز وجل. وهناك أفعال تنسب إلى الله جل وعلا مثل الاستواء ومثل نحو ذلك من الأفعال، وهناك أيضا أخبار. فالمقصود أن ما ذكره ليس من الأسماء، وإنما هو من الصفات. أحسن الله إليكم. الأخ أو الأخت حنان تقول: هل المال أو المادة الذي يجمعه الإنسان لبناء بيت أو زواج أو يدخرها للحج هل عليها زكاة؟ نعم، يجب على الإنسان أن يزكيها إذا مر عليها حول وكانت نصابا، لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. أموالهم جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، وبالتالي هذه الأموال المعدة لهذه المقاصد الجميلة يجب على الإنسان أن يزكي ماله. ويلاحظ هنا أن الزكاة ليست إنقاصا للمال، لأن الرزاق رب العزة والجلال قد وعد المنفقين ووعد المتصدقين بالخلف، وهو جل وعلا يتصرف في الكون كيف يشاء، وعنده جل وعلا جميع أسباب الأرزاق، وبالتالي لا يخشى الإنسان بإخراج الزكاة نقصان ماله، بل ينبغي به أن يتيقن أن هذا من أسباب زيادة المال، لأن هذا وعد من رب العزة والجلال، ووعد الله لا يخلف. بارك الله فيكم. الأخت حنان في سؤالها الآخر تقول: هل يجوز لي أن أحج مع بنات عمتي وابن عمي؟ تقول المحرم هو أخ هذه أو هؤلاء البنات. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وابن عمها وبنات عمها ليسوا محارم لها، فإن كان الحج يتطلب منها سفرا فحينئذ لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما لو كانت من أهل مكة أو كان محرمها يوصلها إلى مكة فحينئذ لا حرج عليها في أن تحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فلم يستثني أمر الحج، ولم يسأله هل هي مع رفقة مأمونة أو هل هي مع ابن عمها، ولم يسأله أي سؤال آخر، مما يدل على أن الحكم يشمل جميع هذه الصور. حتى المرأة الكبيرة مع الشيخ في السن. امرأة يشمل المرأة الصغيرة في الحديث: لا يحل لامرأة. امرأة لفظة واضحة وصريحة أنها تشمل الصغيرة
والكبيرة. عندما يقال للمرأة اتركي الحج لعدم وجود المحرم ولك الأجر كاملا وليس عليك من الإثم شيء، هذا أولى من أن يقال تكلفي وأتعبي نفسك وخذي من مالك من أجل أن تحجي بدون محرم. فمن الخير للنساء أن يسيروا على مقتضى هذه الأحاديث في ترك الحج وفي ترك الأسفار بدون محرم، وذلك لما يتحقق في ذلك من إرضاء رب العزة والجلال وحصول أجر العبد له. إذا قصدت المرأة الحج ولم يتيسر لها الحج بسبب أنه لا يوجد لديها محرم كتب لها أجر الحج كاملا، فكيف تفرط المرأة في الأجر الحج الكامل وتأتي بحجة يعتريها نقص ويعتريها مخالفات ويعتريها عدم إكمال بعض المناسك لعدم تيسرها أو نحو ذلك؟ فحينئذ يقال الأجر الحج الكامل أولى من أن تتكلف المرأة وتتعب نفسها وتأخذ من مالها وبعد ذلك يكون عليها أيضا نقصا في دينها. الله المستعان. بارك الله فيكم. مع الشيخ استأذنكم معي أم حسين من الإمارات، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخي. سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، جاءني عبر شبكة التواصل الاجتماعي أن سجدة الشكر تساوي كنوز الدنيا والآخرة، وجاء يعني بغيت أعرف صحة هذا الكلام، أن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فريضتي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به، يا ملائكتي ماذا له؟ فيقول ملائكة فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك، ثم يقول الرب ثم ماذا له؟ فتقول ملائكة ربنا جنتك، وهكذا. فهل هذا ما صحة هذا الكلام؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخ، أنا في أثناء صلاتي في صلوات الفريضة أدعو في السجود بأدعية القرآن الكريم كأن أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكأن أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما في صلوات السنن الرواتب والنوافل أدعو بأدعية السنة النبوية اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وهكذا. فما صحة عملي؟ هل أكون ابتدعت في هذا الشيء أم لا؟ طيب بارك الله فيكم حسين. شكرا. ولا ينسانا الشيخ من صالح دعاء جزاه الله خيرا. أبشر يا أختي الكريمة. شكرا بارك الله فيك. أبو ياسر من الجزائر، تفضل. تفضل يا أبا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخونا؟ أهلا وسهلا بك يا أخي. بلغ الشيخ بأن نحبوه كثيرا. يسمعك الشيخ. حبك الله وأسعدك. بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، ما هو في بعض الأحيان نصلي مع الإمام، نكون مأمومين في الصلاة السرية شيخ، والإمام لا يعطينا وقت كي نقرأ سورة الفاتحة، يسرعون في الركعة، لا يعطونا وقت لقراءة سورة الفاتحة. هل في هذه الحالة يكون مجزئ الصلاة؟ علما بأن سورة الفاتحة قراءتها مع الإمام هي من الأركان، من الواجبات. طيب. وبعض الأحيان الإمام يسرع في الصلاة، ما يعطوناش وقت لكي نقرأ سورة الفاتحة في السرية يا شيخ. واضح يا أخي الكريم. السؤال الثاني يا أستاذ. والثاني، عندي زوج أمي ساكن معهم أنا في البيت، هما في الطابق العلوي وأنا تحت. وما حكم امرأتي بالنسبة لهذا الزوج أمي؟ هو زوج أمي. نعم. الامرأة تاعي هل تكون أجنبية عنه أو ماذا؟ أبشر تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر يا أبا ياسر. شكرا لك. محمد معي من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل يا أخي محمد. السؤال الأول، صليت الجمعة وكنت متقدم عن الصفوف مسافة عشان كان الجدار مو مستوي. والسؤال الثاني واضح؟ كيف مو مستوي يعني؟ يعني الجدار مو مستوي، كان متقدم شوية وصليت قدام. يعني الصف غير مستقيم؟ أيوه، كان المسجد زحمة وما كان له هذا المحل صليت فيه. طيب. السؤال الثاني، ما تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
أثقلتم إلى الأرض أثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعطيكم العافية. طيب بارك الله فيك يا أخي الكريم، شكرا يا محمد. أم سعد معي. أم سعد تفضلي. ألو. تفضلي يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخوي بغيت أسأل الشيخ. تفضلي. عندي بنت زارعة كذا. إيه نعم. ولها 2 ما صامت رمضان. السنة اللي راحت والسنة هذه وش عليها؟ وبأسأل الشيخ هي تصومه ولا تصدق عليه؟ وش حالتها الصحية يا مساعد؟ الدكتور وش قال لها، تصوم ولا ما تصوم؟ لا والله الدكتور 2 هذا اللي معين خليها تصوم. يقول لها لا تصومين. اي قال لا تصومي السنة اللي والسنة اللي راحت. نعم. وهي الحمد لله الحين ما عليها. طيب تسألين ماذا يجب عليها؟ اي. طيب تسمعين الإجابة. شكرا. شكرا لك. عبد الرحيم معي تفضل. أختي أخي عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. سؤال: ما هي الوسائل التي تجعل بإذن الله نية الطلاب في المدارس سليمة خالصة لله، وأيضا نية المعلمين في المدارس سليمة خالصة لله، وأيضا الوسائل التي تجعل طلاب الحلقات نيتهم سليمة خالصة لله ومعلميهم نيتهم سليمة خالصة لله؟ وفقكم الله جميعا والمؤمنين والمؤمنات. اللهم امين. بارك الله فيك يا عبد الرحيم، شكرا جزيلا لك. واعود لكم مع الشيخ. وسؤال الاخ الكريم ابو صالح يقول: هل يجوز صرف الزكاة لدفع رسوم، وان تدفع رسوما لطلاب فقراء، وهذه الرسوم تصرف على معلميهم الذين يدرسونهم؟ سلمك الله، هذا على نوعين. النوع الأول قبلها ثبوت هذه الرسوم في ذمم الطلاب، فحينئذ ليس هذا من مصارف الزكاة. الثاني إذا ثبتت درسوا يظنون أن عندهم قدرة، أو ثبتت الذمة المالية وأصبحت ديونا في ذمم الطلاب، ففي هذه الحال يجوز دفع الزكاة لهم من أجل سداد الديون التي عليهم. نعم. لأن من مصارف الزكاة مصرف الغارمين، وهؤلاء غارمون لحظ أنفسهم، خصوصا إذا كان في طلب علم شرعي يعود على الأمة بالخير والنفع. بارك الله. وعلى اعتبار أنهم فقراء ويعطون هذه الكلام عن سداد الرسوم، هو لا يعطي الطالب ويعطي الجامعة مباشرة. هذا على نوعين. لو أنه يعطي الطالب قلنا ننظر إلى الفقر، لكنه يعطي الطالب إذا ما ليس هناك مصرف إلا لمصرف الغارمين، مصرف الدين. فإذا ثبت الدين واستقر في ذممهم جاز دفع الرسوم التي أصبحت ديونا في ذمم هؤلاء الطلاب. أما قبل ذلك لم يثبت الدين بعد، وبالتالي لا يصح أن يدفع للجامع، يدفع للطالب لأنه فقير. نعم. أحسن الله إليكم. مع الشيخ يقول: كيف تخرج زكاة مساهمة متعثرة 10 سنوات، علما بأن صاحب هذه المساهمة قد حبس هذه الزكاة ولم يخرجها طيلة هذه ال10 سنوات الذي تعثرت فيها الزكاة؟ نعم. المساهمات المتعثرة التي لا يدرى مدى عودها يمكن أن تذهب، فهذه لا تجب زكاتها، وذلك لأن هذه الديون مشكوك في تحصيلها، وبالتالي لا يجب على أصحابها أن يزكوها. وذلك لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة، وهؤلاء الآن لا يتأكدون هل هي أصبحت أموالهم وإلا يمكن أن تذهب ولا تعود عليهم بشيء، ولذلك لا المساهمات المتعثرة لا تجب زكاتها. أحسن الله إليكم. مع الشيخ يقول: رجل يطلب رجلا مالا، هل يجوز أن يعطيه من زكاته؟ لم يعطيه، لكن يملكه المال ولا يلزمه بسداد الزكاة من هذه لا يلزمه بسداد الدين من هذه الزكاة المدفوعة له. إذا أعطاه قال: خذ هذه زكاة لك وتصرف فيها كيف تشاء، جاز، ولا يطالب بما أني دفعت لك الزكاة سدد الدين الذي عليك. في هذه الحال يجوز. أما أن يقول سأحتسب الزكاة من دينك وسأقوم بخصم جزء من الدين بسبب الزكاة، يقول هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لصاحب المال أن يستجلب لنفسه نفعا بالزكاة التي يدفعها. ينبغي بها أن تكون
لله خالصة يريد بها نفع الآخرة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سهير من الجزائر تقول بأن والدتها لا تعرف كيفية سجود السهو ولا مواضعه ولا موجبات هذا السجود. نعم، سجود السهو هو سجدتان في آخر الصلاة. طريقته يكبر في أول السجود ثم يسجد ثم يقال سبحان ربي الأعلى، ويقال مثل ما يقال في بقية أنواع السجود، ثم يرفع بقول الله أكبر، ثم يسجد مرة أخرى، ثم يرفع بقول الله أكبر. والسجود له 3 أسباب: إما أن يكون هناك نقص بأن سلم في أثناء الصلاة، صلى ركعة فسلم، نقول له نطالبه بالإتيان ببقية الصلاة ويسجد للسهو. الحالة الثانية إذا كان هناك زيادة، إذا زاد في الصلاة ما ليس منها، وكما لو زاد ركوعا أو سجودا ناسيا، أما لو زادها متعمدا تبطل الصلاة. إذا زاد هذه الأمور نسيانا شرع له أن يسجد سجود السهو. السبب الثالث الشك، فإذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى، فحينئذ نقول يعتبر العدد الأقل ويكمل ويسجد للسهو في آخر الصلاة. إذن هذه أسباب سجود السهو بسهولة، وطريقة أداء سجود السهو كذلك بالطريقة السهلة وواضحة. نعم. يشكل على بعض الناس مع الشيخ قبل السلام وبعد السلام. يعني بالنسبة للأخت الآن لا نريد أن ندخلها في هذه الجزئية المتعمقة. نعم. الآن يكفينا أن نبين لها أن أسباب سجود السهو إما زيادة شيء في الصلاة، وإما النقصان، ومن أمثلة النقصان التسليم في أثناء الصلاة، أو الاتيان بالقيام عن التشهد الأول، أو ما لو شكت في الصلاة. وطريقة أداء سجود السهو في آخر الصلاة بعد التشهد تكبر وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، وترفع مكبرة، ثم تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، ثم ترفع مكبرة. هذا السجود السهو. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول تصلي وتقرأ في الفرض في كل ركعة تجمع سورتين أو 3 سور من أجل إطالة القراءة وإطالة الصلاة، هل عليها لا حرج عليها في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين سورتين في ركعة واحدة وأكثر. الحمد لله. بارك الله فيكم. تقول بأن مادة الجولاتين قد تتضمن بعض الأطعمة ومنها ما هو النباتي والحيواني، فتسأل عن حكم تناول هذه الأطعمة التي تتضمن هذه المادة. الجيلاتين على 3 أنواع. النوع الأول مأخوذ من النباتات فهذا جائز ولا حرج فيه. الثاني ما يؤخذ من حيوان نجس كالخنزير فهذا حرام، والصواب أنه لا يجوز استعماله ولا استعمال المواد التي يوجد فيها. الثالث ما يؤخذ من الحيوانات التي يباح أكلها، فيتأكد الإنسان من وجود الشروط الشرعية لأكل الذبائح، بأن ترد مثلا من دولة مسلمة أو نصرانية أو يهودية، وتكون كذلك يعني الغالب أنهم لا يذكرون غير اسم الله، وأنهم لا يقومون بجعل البهائم تموت حتف أنفها. فهذا خلاصة ما يتعلق بالجلاتين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أو الأخت الكريمة أم حسين من الإمارات تسأل عن ما يرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أحاديث، وهذه منتشرة بين الناس كثيرا وتتضمن بعض الأحاديث وبعض الآثار، وتختم بضرورة نشرها وبيانها للناس وإرسالها لأكبر عدد ممكن، وذكرت ذلك بأن من سجد سجود الشكر أو سجدة الشكر فتحت له كنوز الدنيا والآخرة، وإلى نهاية ما ذكرت. أولا هذا الحديث الذي ذكرته لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وبالتالي لا يجوز نشره ولا يجوز إعادة إرساله. ثانيا القاعدة في هذا الباب ألا ينشر الإنسان إلا ما تأكد من صحته بأن يرد من مصدر موثوق، إما أن يكتبه عالم أو تكتبه جهة موثوقة. أما كل ما يرد من الناس الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف هذا لا يجوز للإنسان أن ينشره. وقد قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعندما ننسب إلى الله
وإلى شرعه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا نعلمه نكون بذلك ممن اتبع خطوات الشيطان. بارك الله فيكم. مع الشيخ أم حسين، في سؤالي الثاني في أثناء صلواتي وفي السجود أذكر أدعية من وردت في كتاب الله عز وجل، وذكرت قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي صلوات النافلة تقول بأني أدعي أدعية أخرى. نعم، هذه المسألة مما ينبغي ملاحظتها بالنسبة للدعاء في السجود. الصواب من أقوال أهل العلم أن كل دعاء يجوز للإنسان أن يدعو به خارج الصلاة يجوز له أن يدعو به داخل الصلاة في أثناء السجود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. هناك بعض الفقهاء كالحنفية يقولون لا يجوز أن يدعى إلا بأدعية من القرآن، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. والإمام أحمد يقول: لا يصح أن ندعو في الصلاة بشيء من ملاذ الدنيا، ولكننا نرى أن هذه الأقوال ضعيفة وأنها أقوال مرجوحة لأنها مخالفة للحديث النبوي الكريم الوارد في هذا الباب، وبالتالي لا حرج عليها أن تدعو في سجودها في النفل أو في الفريضة بأي دعاء يكون عندها، سواء كان من القرآن أو كان من السنة أو كان من الأدعية التي تطرأ عليها وترغب في تحقيقها من أمور دنياها أو أمور آخرتها. بارك الله فيكم على الشيخ. أحيانا يشكل الإنسان أنه هذه آية وينبغي أن تكون ليس هنا موضع الآية، السجود ليس موضع القراءة يعني. نعم، ليس هذا هو يقرأها لا على أنها آية، وإنما يأتي بها على أنها دعاء يدعو به رب العزة والجلال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذه المواطن بأدعية أصلها من القرآن، كما في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله إليكم على الشيخ. أبو ياسر من الجزائر يقول بأنه يأتم بإمام يسرع في الصلاة ولا يعطيهم الفرصة الكافية والوقت الكافي لكي يتموا قراءة الفاتحة، هل تجزيهم هذه الصلاة؟ والصواب من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات التي تسقط بالعذر من السهو والنسيان والجهل وركوع الإمام، فحينئذ نقول بأنه إذا قرأ الإمام السورة الأخرى فاقرأ سورة الفاتحة ولا تتوقف عن قراءتها، سواء في سكتات الإمام أو أثناء قراءة الإمام، حتى ولو كان ذلك في قراءة الإمام للفاتحة. نعم. لأن الصواب أن قراءة الفاتحة واجب وليست ركنا كما ذكر أخي الكريم أبو ياسر، هي ليست ركن بالنسبة للمأموم وإنما هي واجب. وبالتالي إذا ترك الإنسان لعذر كما لو أتى والإمام راكع، فحينئذ يركع وتحتسب له الركعة مع أنه لم يقرأ بسورة الفاتحة، وذلك لوجود عذر هنا يرخص له الشارع في ترك قراءة سورة الفاتحة. نعم. سرعة الإمام، السرعة الدائمة يعني بشكل مستمر ويداوم على هذا الأمر مع تفويت هذا الواجب على المأمومين في كل صلاة. على العموم الآن للسائل مأموم ولا نريد أن نحرض المأموم على إمامه، ولا شك أن نصح الإمام بالكلمة الحسنة والطيبة لا يأتيه على جهة الانتقاد أو الاعتراض، وإنما يأتيه على جهة الترغيب، ويقول له نحن نرغب أن يزيد أجرك بكثرة دعائنا وقراءتنا في الصلاة من خلال إطالتك للصلاة بما لا يشق على المأمومين، ونحو ذلك من الكلام الطيب اللطيف الذي يأسر النفوس بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. استأذنك معي أم قصي من اليمن، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سعد؟ حياك الله، هلا وسهلا. كيف حالك أستاذ أحمد؟ الله يحفظك ويرعاك بخير ونعمة. تفضل يا أم قصي. بارك فيك يا شيخ، اشتريت رقمك. طيب السؤال، عندك سؤال يا أختي؟ لا.
الشيخ له موقع في التواصل الاجتماعي بإمكانك تتواصلين معه تويتر، ويعني إذا كان لدى الزملاء الرقم متاح يزودونك فيه، أو في دخول الموقع لكم موقع مع الشيخ ممكن أن تدخلي فيه الأخت الكريمة. لا ما عندي أنا لا. طيب ممكن الزملاء إن شاء الله يتواصلون معك ويعطونك الرقم إذا كان لديهم ومتاح عندهم. شكرا لك يا أم قصي. أيمن من الجزائر تفضل. تفضل يا أيمن. أيمن معنا تفضل. معنا أيمن يا أستاذ. محمد تفضل. تفضل يا أخي محمد. شكرا شيخنا. سؤالي لفضيلة الشيخ الله يحفظك. أحد أصحابي وقع عليه حادث فتوفى هو واثنين معه. فاحترقت بهم السيارة. رحمه الله. احترقت بهم السيارة. هل يلزم ذويه الصيام؟ يعني أنا أحد الإخوة أبلغني أن والدته الآن تصوم، شرعت في صيام الكفارة. فما أدري يا شيخ، الحادث وقع على طريق الرياض. طيب. توفوا بل دفنوا جميعا بالسيارة، لم يبقى إلا أشياء بسيطة فدفنوا جميعا بالسيارة. رحمهم الله جميعا. رحمهم الله. تسأل عن أن هل تلزم الكفارة ذوي سائق السيارة يا أخي الكريم؟ نعم يا شيخ. الآن من الشباب أبلغني أن والدة صديقي شرعت في الصيام، فما أدري على أي أساس يا شيخ، هو وقع حادث. طيب. يعني تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أخي الكريم. شكرا جزيلا لك أخي محمد. عبد الله معي تفضل. تفضل يا أخي عبد الله. الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. ودي أسأل يا شيخ، ودي رقم الشيخ، الشيخ الله يعطيك العافية. طيب في سؤال آخر؟ لا ما عندي سؤال، ودي رقم الشيخ الله يعطيك العافية. طيب السؤال تكرر يا شيخ الآن يتواصلون مع الأخ سعد. طيب. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وأسئلة الأخ الكريم أبو ياسر من الجزائر يقول: أنا أسكن مع زوج أمي، وهل يعتبر محرما لزوجتي؟ الجواب: لا يعتبر محرما لزوجته، وذلك لأن المحارم مذكورين في عدد من الآيات القرآنية في سورة النساء وسورة النور، وزوجة ابن الزوجة ليست منهم، وبالتالي فإن زوج والدتك ليس محرما لزوجتك، وهو أجنبي، هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، لا تكشف له ولا يخلو بها ولا يسافر بها. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول بأني صليت صلاة الجمعة هذا اليوم، وكان متقدم على الصفوف ليقول لزحمة المسجد، فما حكم صلاتي هذه؟ جماهير أهل العلم على عدم صحة هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي إماما أمام الناس، ولأن من مقتضى كون الإمام إماما أن يكون أمامهم، ولذلك يبطلون الصلاة في مثل هذا. هناك قول عند المالكية بأن من لم يجد متسعا جاز له أن يصلي أمام الإمام، والذي أقترح به على أخي الكريم أن يعيدها ظهرا لتبرأ ذمته بيقين. نعم. هذا إذا كان مع الشيخ متقدم على الإمام، لكن متقدم على الصفوف، يعني أحيانا يكون الصف هو الكلام عن التقدم على الإمام. لو تقدم على الصفوف لكنه لم يتقدم على الإمام، نعم، فحينئذ تصح صلاته ولا حرج عليه بالاتفاق. أحسن الله إليكم مع الشيخ وبارك فيكم. الأخ يسأل كذلك عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. نعم، هذه الآية نزلت في الجهاد، وذلك لأن الجهاد الأصل فيها أنه من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إلا في صور، منها وجود النفير. إذا نفر الإمام طلب الإمام من الناس أن ينفروا للجهاد تعين عليهم، أو طلب من أناس بخصوصهم لوجود قدرة أو مهارة عندهم ليست عند غيرهم تعين عليه في هذه الصورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا،
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وينبغي أن نلاحظ هنا أنه لابد من وجود شروط الجهاد الشرعي. إذا لم توجد شروط الجهاد فإنه لا يعد القتال جهادا يتقرب به لله عز وجل. ومن أمثلة ذلك لابد أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، لا يكون لقومية ولا وطنية ولا تراب ولا نحوه من الأسباب التي قد يسعى إليها بعض الناس، أو يكون لحمية أو يكون لمغنم أو للذكر والثناء أو نحو ذلك، فهذا يخرج القتال عن كونه جهادا مشروعا يجرى العبد عليه. كذلك لابد أن يكون هناك إمامة شرعية منعقدة. أما إذا كان هناك قتال لكن ليس هناك إمامة وولاية فهذا لا يعد جهادا شرعيا. وكذلك لا يصح أن يكون هناك الولاية أو الإمامة منعقدة لأسماء مجهولة ما يدرى منهم ولا يعرف حقيقتهم ولا يعرف هل هم يقومون لله أو لغيره، ومثل الأسماء المجهولة أبو فلان وأبو فلان ما يدرى من هم ولا ما حقيقتهم. كذلك أيضا لابد أن يلاحظ أن يكون القتال محققا للمعاني والمقاصد الشرعية، لأنه في مرات يوجد قتال لكنهم يقاتلون أهل الإسلام باسم أنه جهاد شرعي، ويأتون إلى من يقاتل لله فيقتلونه باسم أنه سيفعل كذا أو ظن أنه سيكون له ولاية. فمثل هؤلاء في الحقيقة هم يقاتلون ضد الإسلام ولا يقاتلون مع الإسلام وأهل الإسلام. ولذلك ينبغي ملاحظة مثل هذه المعاني فيما يتعلق بالجهاد. نعم، بارك الله فيكم. الشيخ أم سعد تقول بأن ابنتها زرعت كلى من 2 وأرشدها الطبيب أو أمرها الطبيب بعدم الصيام، هل تصوم؟ وإذا لم تصم ماذا يجب عليها؟ نعم. تنقسم هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت تتمكن من الصيام في وقت من أوقات السنة كالشتاء مع قصر النهار وبرودة الجو، فحينئذ نقول تنقل الصيام ليكون في هذه الأيام. الحالة الثانية إذا لم تكن تتمكن من الصوم في جميع السنة فنقول راجعوا الطبيب وسألوه. إن كان الطبيب يقول لن تتمكن من الصيام أبدا طول عمرها فحينئذ تخرج صدقة تطعم مسكينا عن كل يوم من أيام شهر رمضان. الحالة الثانية إذا كان الطبيب يقول إن شاء الله من المؤمل أن تشفى، ففي هذه الأحوال يجوز تؤخر الصيام حتى تشفى من مثل هذا المرض. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ، الأخ الكريم محمد يقول بأن أحد أصحابه قد توفي ومعه 2 واحترقت بهم السيارة، فشرعت الأم بالصيام كفارة أو صيام الكفارة نيابة عن ابنها. نعم، هذا له أيضا تقسيمات. القسم الأول إذا لم يكن الابن عليه شيء من نسبة الخطأ حينئذ لا يجب عليه كفارة ولا يشرع لأمه أن تصوم عنه. الحال الثاني إذا مات هو قبلهم، تيقنا أن موته قبل موت أصحابه، ففي هذه الحال أيضا الصواب أنه لم يجب عليه الصيام وبالتالي لا يشرع لقرابته أن يصوموا عنه. الحال الثالثة إذا كان عليه نسبة من الخطأ وكانت وفاته بعد وفاتهم أو لم نتيقن أنه توفي قبلهم، ففي هذه الحال يستحب لقرابته أن يصوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما في الصحيح. نعم، وإذا جهلت الحالة مع الشيخ خاصة في مثل هذه الحالات الأصل ثبوته. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك فيك. حياك الله، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه لكل من شاهدنا أن يملأ قلوبهم سعادة وتقوى، وأن يجعلهم موفقين في حياتهم، وأن يجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني وزملائي ممن يشاركوننا في ترتيب هذا اللقاء التوفيق والخير والسعادة، وأن ييسر لهم مطلوبهم وأن يحقق لهم رجاءهم وأمنياتهم هذا. وأسأله سبحانه للأمة أن يعيدها إلى دينه، وأن يكفيها شر أعدائها، وأن يجمع كلمتها، وأن يبعد عنهم كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى نستودعكم الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.